بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في هذه الحلقة 21 من برنامجنا أي الصحابة أنت أي الصحابيات أنت سيكون عن صلاة الخوف من خلال مرويات ابن عمر رضي الله عنهما. من باب تخفيف الله عز وجل على المجاهدين في سبيله ولأهمية صلاة الجماعة وضرورة الحرص عليها شرعت صلاة الخوف حتى لا يتمكن منهم عدوهم في إثناء صلاتهم الصلاة المفروضة. وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها صلى الله عليه وسلم ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى ومعتد بها. وجاءت صلاة الخوف في الأخبار على 16 نوعا، وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر من ذلك، وقد أخذ بكل رواية منها جمع من العلماء. وما أحسن قول الإمام أحمد بن حنبل: لا حرج على من صلى بواحدة مما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وقال ابن حنبل أيضا: وأنا أختار صلاة ذات الرقاع. وجمهور العلماء على بقاء حكم صلاة الخوف في زماننا هذا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف يوم الأحزاب، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد غروب الشمس، لأن صلاة الخوف شرعت بعد ذلك. وقد ذكر الله عز وجل صفة صلاة الخوف في كتابه الكريم إذ يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. يروي إمام دار الهجرة مالك ابن أنس عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن كيفية صلاة الخوف يقول: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصفها ابن عمر فيقول: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه استأخروا مكان الذين لم يصلوا ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معهم ركعة ثم يسلم الإمام وينصرف وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم
أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. وهذا الحديث ورد في الكتب الستة من رواية ابن عمر. إذن صفة صلاة الخوف كما يرويها ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال كان العدو في صف والمسلمين في صف مقابل له، أي في حال المصافة قبالة العدو، هي أن يتقدم الإمام وطائفة من الناس أي من الجنود في موضع لا تصلهم فيه نيران العدو وصواريخه وأسلحته، فيصلي بهم الإمام فيصلي بهم الإمام ركعة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، وهم في حالة تأهب لتحمي الطائفة المصلية مع الإمام. فإذا صلى الذين مع الإمام ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو ولا يسلمون، بل يبقون في صلاتهم رغم انصرافهم جهة العدو. ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع الإمام ركعة حال كونه قائما من الركعة الأولى منتظرا لهم، ثم يسلم الإمام وينصرف وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام ثم يسلمون، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، ركعة مع الإمام وركعة بدونه. وهذه أحد صفات صلاة الخوف في حال السفر وقصر الصلاة. وبهذا الحديث أخذ الإمام أبو حنيفة وزاد أن الطائفة الثانية تذهب إلى وجه العدو بعد انتهاء الركعة الأولى مع الإمام، وتأتي الطائفة الأولى إلى مكانهم ويتموا صلاتهم الركعة الثانية منفردين، ويسلموا ويذهبوا إلى وجه العدو، ثم تعود الطائفة الثانية ويتموا منفردين ويسلموا. ويكمل ابن عمر: فإن كان خوف، والتنوين هنا للتعظيم، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، أي أشد من الخوف الذي تقدم، فإذا كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أي كونهم راجلين قائمين على أقدامهم بلا ركوع وسجود، وفيه إشارة إلى ترك الركوع والسجود والإيماء إليهما عند العجز عنهما. ويقول ابن عمر: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، أي راكبين، مصداقا لقوله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها بحسب ما يتيسر لهم، أي أنه يلزمهم فعل الصلاة في وقتها ولم يجز لهم تأخيرها عنه وفق القاعدة: الأخذ بالأسباب واجب.
في حدود قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. قال مالك ابن أنس إمام دار الهجرة راوي هذا الحديث: قال نافع مولى ابن عمر: لا أرى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا جزم الإمام محمد ابن إدريس الشافعي. وفي معرض حديثنا عن صلاة الخوف نسأل الله العزيز الرحيم أن يؤمن كل مسلم ومسالم في ماله وأهله ووطنه، وأن يصبر أهلنا في القطاع، وأخص منهم المجاهدين والأطفال والنساء والمرضى والشيوخ العجز، وكل من يخذل عنهم ويمد لهم يد العون. ونذكركم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية. ولكن كيف بهم وقد داهمهم العدو وسلبهم أوطانهم وحرياتهم، ومارس عليهم أبشع أنواع الاضطهاد والقمع والإبادة، فما لهم إلا الصبر، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. نعم، إن النصر مع الصبر، والصبر شطر الإيمان أي نصفه، والنصر صبر ساعة، والصبر مفتاح الفرج. في خضم هذه الحرب القذرة، الحرب الغاشمة، الحرب غير العادلة، وفي غمرة الانحطاط الأخلاقي الذي أصبح واقع ملموس على أرض الواقع، والذي تروج له الدول التي تتمسك بزمام الحضارة حاليا في هذه البيئة العالمية النتنة التي لم يعد للإنسان السوي فيها أي حقوق، أدعوكم أن تتصوروا أي صفة من صلاة الخوف يصليها هؤلاء المجاهدين العزل. كيف يصلي صلاة الخوف من يضع المتفجرات عن مسافة 0 إذا حان وقت الصلاة؟ وأي حركة خاطئة منه قد تعرضه للانكشاف من خلال الطائرات المسيرة وأجهزة الرصد والتتبع. كيف يصلي صلاة الخوف من يكمن للعدو ربما الليالي ذوات العدد لا يحرك ساكنا حتى تأتيه الفرصة المناسبة ليقتنص ذلك العدو الظالم؟ كيف يصلي من يلتحم التحام مباشر مع العدو من مسافة 0؟ كيف يصلي من يقوم بالعمليات المزدوجة والعمليات المركبة؟ هؤلاء المجاهدون فتية آمنوا بربهم فزادهم الله هدى وربط على قلوبهم، ونسأل الله لهم الأمن بعد الإيمان، مصداقا لقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنا شخصيا متفائل جدا وعلى يقين تام بأن النصر قادم لا محالة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فدعوكم من المثبطين الذين يقولون لنا بأن المهدي على الأبواب والدجال على الأبواب. فدعوكم من المثبطين الذين يقولون بأن المهدي على الأبواب والدجال على الأبواب. قولوا لهم إن النصر على الأبواب. وقولوا لمن يقول نحن في آخر الزمان، قولوا لهم نعم، نحن في آخر زمانهم المتردي وفي بداية زماننا الزاهر المزدهر إن شاء الله. اللهم منزل الكتاب
ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا ما لدينا في هذا اللقاء. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.